متابعيني، شلونكم اخباركم؟ طبعا ايامي الاخيره بتركيا بعد فراق العراق 6 سنوات راح نرجع الى ارض الوطن. اليوم راح نودع، جينا انا وابو سامي هنا نودع تركيا. يمكن اخر يوم اطلع يعني، لان عندي تجهيزات وتحضيرات هواي، فراح نطلب غدا ناكل، وقررنا ناكل اسكندر. وان شاء الله تشوفون الجولة مالتي، او بعد راح نروح هواي شغلات، هواي مكانات راح نروح لها. راح اقول لكم تفاصيل رحلتي ان شاء الله من تركيا الى العراق، وين راح اروح وين راح اقعد. انتظروني، ما مشترك خليه يشترك بالقناة حتى يعرف تطورات سفرتي. طلبنا الطبق الاسكندر وهاي السلطة، طبعا طلبناه حار لان احنا ناس هنود نحب الحار. هيا خلنا ننطلق. عافيات عيني ابو سامي. رش عيني ليمون رش. طبعا الاسكندر عبارة عن شنو؟ شرايح من اللحم وهذا الخبز، وينأكل ويا الروبة. طبعا قال هواي حار، بس انا ما احس الحرورة. حار نار مو حار. لا ما توقعت حار، فلفل يعني. طبعا خلصنا غدا، مثل ما قلت لكم اكلنا اسكندر، بس فارس لعب نفسي. كل ساعة يقول هو هذا قابل لحم لحم مثل مال العراق؟ لا مو مثله، هذا برغل ومسوينه خلينا فوق الصمون، فهذا لا لحم ولا شيء. مثل شاورما العراق لا مو مثله والله. لعبني يعني، اكلت لا بأس بالاكل، بس فارس لعب نفسي. يلا باي. هاي نوينا نرجع العراق، وجاي ألملم الغراض، وجاي أزعبل. شوف الزعبال هنا، شوف الزعبال هنا، زين. والله يساعدني راح نرجع لأرض الوطن. كافي غربة، كافي ضيم، كافي قهر. شوفوا مراحل سفرتنا. حبايبي اللي هنا خلص القسم الأول من الفيديو. طبعا مراحل السفرة مالتنا، وأي سؤال واستفسار أحب أعرف رأيكم بالكومنت، وإن شاء الله أرجع عليكم واحد واحد. ودمتم في